السلام عليكم، اهلا بيكم في سعودي 360. النهارده حدثنا قبل مباراه اليوم الاخير من الدوري السعودي خلال الاسبوع الحالي، قبل مباراه الهلال، قبل مباراه الاتحاد. حابب اتكلم اكتر واكتر عن نادي النصر. نادي النصر، انا عارف ان الجمهور النصراوي بعد الخساره الاخيره ضد نادي التعاون، في البعض جايز يقول لك المشكله فين؟ احنا خسرنا ليه؟ هل خسرنا لان عبد الرزاق حمد الله ما كانش موجود كمهاجم صريح رقم 9؟ هل تكتيك فيتوريا كان فيه بعض المشاكل؟ هل اللاعبين معنويا متاثرين باللي بيحصل في السوشيال ميديا والظلم اللي وقع على النادي؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه، في بعض القرارات اللي موجوده في نادي النصر من الفار او من غيره، او من الحده اللي موجوده على السوشيال ميديا، او من القرارات الاداريه اللي موجوده من اتحاد الكوره واللجنات اللي موجوده حاليا. مش هقول لك ان هي قرارات ظالمه 100%، لكن في، يعني مش عايز اقول لك قوه او عنف او في بعض المشاكل، لكن في عدم وضوح بين المسؤولين وبين مسؤولين نادي النصر، في عدم تعاون، مفيش مصداقيه بين الاثنين في بينهم وبين بعض شد وجذب واضح جدا على السوشيال ميديا وعلى ارض الواقع صراحه. والعقوبات الاخيره بتوضح ده، عقوبات قاسيه جدا ضد نادي النصر، كانت ممكن يكون التعامل معها بشكل افضل واحسن من كده بمراحل في رايي. فجمهور نادي النصر حاليا مشتت، مش عارف المشكله فين ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل. وفي البعض منهم ممكن يقول لك طب احنا كده ايه؟ لو الهلال فاز النهارده هيبقى الفرق 6 نقاط، هيرجع في مشكله؟ هل احنا خسرنا لقب الدوري؟ هل جمهور النصر فقد الايمان بمساله ان الفريق فقد لقب الدوري حاليا ولا لا؟ في حال فوز الهلال النهارده على مباراته ضد الفتح، في رايي بالرغم من كل حاجه حاصله، بالرغم من الاداريات، بالرغم من الفار، بالرغم من غياب حمد الله، بالرغم من مساله القائمه الاسيويه، بالرغم من المشاكل اللي داخل الفريق، لكن انا مؤمن جدا ان نادي النصر مش بعيد عن لقب الدوري السعودي، ان لقب الدوري السعودي هيفضل موجود حتى اخر اسبوعين 3 اسابيع بين النصر وبين الهلال، وحتى بين الشباب والاهلي. لان في ظل النصر بيفقد نقاط، في ظل ان الهلال بيفقد نقاط، في ظل لسه كمان بطوله دوري ابطال اسيا تبتدي في شهر فبراير، شايف ان الفرصه ما زالت موجوده بين الفريقين. شايف ان مفيش فريق كعبه اعلى من الثاني في الدوري السعودي حتى هذه اللحظه. في فرق المقدمه صراحه، الهلال ما زال بيحصل له تعثرات، ما زال ما وصلش الاداء المميز بالنسبه له، جاب صفقات جديده، جايب مدرب جديد، ما شفناش شكل الفريق حاليا مع زوران ماميتش في اول مباراه اللي هتتلعب النهارده باذن الله. شايف ان من المبكر جدا الحكم على ان نادي النصر فقد الدوري ولا لا. صراحه الدوري ما زال موجود في الملعب، الدوري ما زال موجود مع نادي النصر، ما زال قادر على انه يحسم الدوري. عنده مباراه مع الهلال في ملعبه، ادي 3 نقاط، يعني عنده مباريات كتيره جدا قويه داخل ملعبه مش خارج ملعبه خلال الموسم الحالي، عكس نادي الهلال اللي عنده مباريات خارج ملعبه اكتر من مباريات داخل ملعبه. فبالتالي انا شايف ان مازال الدوري ما زال موجود، الدوري ما زال في ملعب نادي النصر. لازم يرجع من جديد، يحمس نفسه معنويا، لازم يرجع من جديد، يعرف ان هو عارف ان ما زال عنده امل بالنسبه للقب الدوري السعودي. جايب صفقات ممتازه حاليا، ولسه فاضل كمان اسم حسب الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا ان روي فيتوريا ما زال محتاج مهاجم صريح مع عبد الرزاق حمد الله، وممكن يتكلم على المهاجم البرازيلي جوناس ما زال موجود داخل خانات النادي، يعني ممكن يجي ممكن ما يجيش من نادي بنفيكا. فبالتالي نادي النصر لازم ما يفقدش الامل او الرغبه في المنافسه على الدوري السعودي، حتى لو الفرق النهارده بقى 6 نقاط بعد فوز نادي الهلال. نادي النصر ما زال مؤمن ان هو يكون عنده لقب وعنده امل في لقب الدوري السعودي. شكرا لكم على المتابعه، قولوا لنا في الكومنتات تحت على قناه سعودي 360 ايه رايكم في هذه المساله؟ هل خلاص لو الهلال فاز النهارده يبقى اللقب حسم لنادي الهلال؟ هل ما زال لنادي النصر فرصه على المنافسه على لقب الدوري السعودي؟ قولوا لنا في الكومنتات تحت، شاركونا في التعليقات، ما تنسوش دايما بالسبسكرايب واللايك والشير على سعودي 360. كان معاكم حسن دراز، السلام عليكم.